اسماعيل الصفراوي المغربي اليوم. كوتش عادل، صراحه التصريحات اللي دلتي بها مؤخرا هي تصريحات خطيره، لنكون صراحه. تكلمتي على ان ما تقولش خطيره، ما تقولش خطيره، لان ولا قولها فرونسي ولا قولها باش الناس يعني خطيره. تكلمتي على ان المنتخب المغربي كيختار الاوقات ديال المقابلات ديالو، تكلمتي على ان المنتخب المغربي والجامعه كتحكم في الكاف، وهذه تصريحات خطيره. اليوم اعتقد على ان لا ما تدخلش، خليني نواجبك، ما تروحش بعيد، خليني نواجبك. اعتذار واما انك تعطي دليل. ما عندناش في محكمه. S'il vous plaît, coach, excusez-moi. S'il vous plaît, vous posez votre question et vous laissez. J'étais en train de poser la question. Attendez, je vous explique. C'est pas un dialogue entre vous et le coach. C'était une question. إذا نرجع واش عندكم دلائل على تصريحات ما فهمتش او لا اليوم غادي تقدموا اعتذار؟ لا شوف، ماشي شوف، هذا السؤال صريح. كاين نهضر على كل اتحاديه. ما تقلق صاحبي، استغفر. Derrière, posez directement la question, le coach répond. C'est pas un dialogue, s'il vous plaît. ما تقلقش. Allez-y, coach. شوف، كيتكلم على قوة تاع اتحادية، تتكلم على تنظيم. ما تاخذهاش بالنقص، هذه واحدة. ثانيا، تحب تقول سؤال إلى جاوب آخر، أنت حر. احنا تكلمنا وكل اتحادية تقدر تغير حاكم في المباراة، يعني على حسب قوانين. هذا ما نعرف ولا ما نعرفش القوانين، حاجة واحدة أخرى نتعلموا. ولكن كيتكلم على تنظيم، تكلم على منتخب اللي راه قوي كما كانت مصر من قبل، كما كانت تونس من قبل، كما كانت الأندية المنتخبات أخرى. الإنسان ما ياخذش إلا السلبيات ويعاود يديرها تأويل آخر. أنا هذه اللي حبيت نقصد. تفضل. Merci, on va prendre deux dernières questions pour le coach. كوتش السلام عليكم، يلزم ناس موقعين 24 تي في. كوتش انت صرحتي بان احنا اخوه وكاين علاقه كتربطنا، لكن الغريب ان كل مره كتبدوا الجامعه لقجع الكولاسه. واش القجع هو اللي سجل المره اللي دازت على تنزانيا؟ لا، ما نتكلموا على رئيس تاع اتحاديه، نتكلموا على مباراه. انت دخلت على طول على امور هذه خارجه السؤال هذا، خارجه.